ثواني يا كابتن. طبعا احنا النهارده في بطولة الجمهورية للوشو كونغ فو، مرحلة تحت 16 و 18 سنة. وطبعا النهارده احنا شايفين اللاعب فرج إلي المنصور فرج من أعلى أبطال الجمهورية مركز شباب رواش، عنده كيلو زيادة في الميزان، وشايفه احنا شايفينه عمال يجري بقاله نص ساعة تقريبا بيخسي الكيلو، فعاملين معاه حوار صغير كده. صباح الخير يا كابتن فرج. صباح الخير يا كوتش. شايفينك بتجري من بدري يا كابتن، عندك قد ايه زيادة في الميزان؟ كيلو كده، كيلو 200 جرام. عندك كيلو 200 جرام. طب ايه انطباعك عن المكان في الاسماعيليه، محافظه الاسماعيليه هنا يا كابتن؟ هو بصراحة المكان هنا جميل كويس يعني. وناوي على ايه النهارده يا كابتن في البطوله؟ ان شاء الله ناوي على مركز اول. ناوي على مركز اول. عامه يا كابتن ربنا يوفقك ونتمنى لك حظ سعيد. اتفضل يا كابتن. ومع مساعد الكابتن سيد الزعيم اللاعب سعيد نجاح سعيد من مركز شباب الحدود، احد اللعيبه الصاعدين في بطوله الجمهوريه، اتمنى له مستقبل بارع. حوار قصير مع اللاعب سعيد نجاح. صباح الخير يا كابتن سعيد. صباح الخير، واولا بحب اهنيك على المقدمه اللي انت قدمت لي بيها، وميرسي وشكرا على اللي انت عملته معايا، وان شاء الله ربنا يوفقنا في البطوله دي. هو طبعا احنا عارفين ان بيدعم مركز شباب بني مجدول الاستاذ ابراهيم كامل عجمي، من الشخصيات القائده لنشاط الكونغ فو، والتي يقوم بدعم مادي لنشاط الكونغ فو، وباستمرار يسأل على نتائج اللاعبين في التليفون قبل الوصول الى محافظه 6 اكتوبر. فنشكر السيد ابراهيم كامل عجمي لدعمه المادي، الاستاذ عبد الرحمن البطاوي لاستمراريه المشاركه في البطولات الرسميه للكونغ فو من خلال مركز شباب بني مجدول. وعامه بنقول للكابتن كل سنه وانت طيب وربنا يوفقك في البطوله يا كابتن. انت طيب يا كوتش. ومعانا احد اللاعبين بطلنا وبطل جمهوريه 3 سنين على التوالي، بطل منتخب الجيزه، بطل منتخب اكتوبر، اللاعب علي عادل ابراهيم، الذي سحق كثيرا من اللاعبين، والذي لفت انظار لجنه الحكام في عديد من البطولات في المنيا وبورسعيد. والنهارده هو في محافظه الاسماعيليه ليثبت ذاته وكيانه، ويقول للاتحاد المصري للكونغ فو انه يوجد لاعب بمركز شباب رواش يستحق ان ينضم لمنتخب مصر للكونغ فو للمشاركه في بطوله العالم. بنقول له صباح الخير يا كابتن علي. صباح الخير يا كابتن. طبعا احنا عارفين ان انت شاركت في بطولات عديده يا كابتن علي، وبنقول لك النهارده انطباعك عن المكان وناوي عليه في البطوله يا كابتن. ان شاء الله هو المكان كويس، وان شاء الله ندعو ربنا طبعا ان ربنا يوفقنا ان شاء الله السنه دي، وزي ما خدنا اول محافظه 6 اكتوبر نحاول ان احنا ناخد اول جمهوريه السنه دي عشان ربنا يوفقنا ونخش المنتخب ونبقى كويسين. انا لوحدي كل زمايلي اللي معايا ان شاء الله ربنا يوفقهم كلهم. وانا احد اللعيبه الممتازين الصاعدين في لعبه الكونغ فو، اللاعب عطيه احمد عطيه من اللعيبه البارزين. مساء الخير يا كابتن عطيه. مساء الخير يا كابتن. طبعا بنقول لك يا كابتن ربنا يوفقك النهارده، وناوي على مركز ايه يا كابتن النهارده في البطوله؟ ان شاء الله تلعب في ميزان يا كابتن؟ تلعب في ميزان ال 75. طب انت النهارده ايه انطباعك عن المكان؟ يعني المكان اخباره ايه؟ كويس وجميل يعني. احنا شايفينك دخلت الصاله جوه صاله الشيخ زايد بمحافظه الاسماعيليه، ايه رايك في المكان؟ صالة كويسة. تمام. انت طبعا بتلعب في ميزان 75. مثلا يا كابتن بنقول لك كل سنه وانت طيب وربنا يوفقك يا كابتن، والله ولي التوفيق. ولنا لقاء مع الكابتن سيد الزعيم المدير الفني لنشاط الكونغ فو. ازيك يا كوتش، وانطباعك ان شاء الله عن المكان، وبنرحب بيك في الاسماعيليه بلد كل المصريين. اهلا صباح الخير لكل الاصدقاء، وصباح الخير للاعيبه الوش كونغ فو. بنسجل النهارده من محافظه الاسماعيليه في بطوله الكونغ فو الرسميه مرحله تحت 16 و18 سنه. واحنا طبعا شايفين المكان، احنا في شهر 12 النهارده 17 12 2009. المكان بسم الله ما شاء الله يعني جميل جدا، وشايف عدد حوالي 18 و 19 محافظه بيسجلوا على الميزان جوه. واحنا طبعا بنشارك باسم محافظه 6 اكتوبر السنه دي، اول سنه نسجل باسم محافظه 6 اكتوبر. ومعانا 5 لاعبين، واللاعب علي عادل بطل جمهوريه، واللاعب سعيد نجاح، واللاعب عطيه احمد عطيه، واللاعب فرج إلهي المنصور فرج بطل جمهوريه سابقا، واللاعب بلال احمد صابر فهد بني مجدول من اللعيبه الصاعدين الممتازين. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ بما ان حضرتك خبير في الاتحاد المصري للوش كونغ فو، اكيد قدت مركز شباب بني مجدول، مركز شباب الرواش لعديد من البطولات. ايه النقاط السلبيه اللي انت شفتها في بعض البطولات وشايف ان هي تقريبا اتغيرت في البطوله دي؟ والله النقاط السلبيه اللي انا شايفها اتغيرت في البطولات هو كان عدم انتظام اللاعبين في التمرين.
فطبعا النقطه دي احنا اتكلمنا فيها مع اللعيبه، وابتدت اللعيبه تلتزم بمواعيد التدريب، ابتدت اللعيبه نزود لهم الحمل التمرين. يعني بدل ما كانوا بيتمرن اللاعب مرتين في الاسبوع بقى يتمرن 5 مرات 5 ايام، و5 ايام دي تعتبر عدد يعني ايام في 3 ساعات كبير. يعني مفيش نادي على مستوى الجمهوريه بيتمرن 5 ايام، وده طبعا كله عشان نرفع مستوى اللاعبين ونصعد بيهم في البطوله ويسجلوا مراكز عاليه تشرف مركز شباب ابراش ومركز شباب بني مجدول وتشرف محافظه 6 اكتوبر. وفي بعض اللاعبين لاقيين عليهم النهارده زي اللاعب علي عادل، لاعب سيد نجاح، واللاعب عطيه احمد عطيه، واللاعب بلال حاطينه في الليسته. المنتخب عايز يضمهم لمنتخب مصر للمشاركه في بطوله العالم في روسيا في ارمينيا في الموسم القادم. والله ولي التوفيق ونقول كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب وحضرتك، نتمنى حضرتك التوفيق وكل اللاعبين المشاركين في البطوله. شكرا يا مع كابتن، حضرتك. كل سنه وانت طيب يا كل سنه كابتن. وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا كابتن. وانا مع اللاعب فرج هلال لسه ما زال بيجري. اللاعب فرج عنده كيلو زياده بيخسس، شايفينه طبعا احنا في الصوره. اللاعب فرج اجمع يا كابتن فرج، اجمع يا كابتن بسرعه، اجري اجري يا كابتن. انزل بطن هنا يا كابتن، لف هنا يا كابتن، انزل بطن بسرعه بسرعه. عد 10 كده على السريع يا كابتن، اسرع شويه عشان ننهي، اسرع. اوكي كفايه فوق، جري في المكان يا كابتن، فوق جري في المكان يا كابتن، اسرع. طبعا اللاعب احنا عارفين عنده كيلو زياده وربنا يوفقه ويجيب الكيلو ان شاء الله. اوكي اشتغل مروحه يا كابتن، يلا. عاش كابتن، عاش كابتن، عاش كابتن فرج، عاش كابتن فرج. اوكي استعد ضغط يا كابتن، يلا انزل 20 كده على السريع يا كابتن بسرعه. عاش كابتن فرج. اوكي فوق يا كابتن. وطبعا احنا بننهي اللقاء مع اللاعبين بصوره تذكاريه بالفيديو. بنقول للعيبه كل سنه وانتم طيبين وربنا يوفقهم. ربنا يوفقك كابتن سعيد، ربنا يوفقك كابتن عطيه، ربنا يوفقك كابتن فرج، ربنا يوفقك كابتن علي. واللاعب بلال طبعا هو في الصاله جوه على الميزان، هنصور معاه، هنعمل معاه حوار اخر. نقول لكم كل سنه وانتم طيبين والله ولي التوفيق.